السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظوا على البيت الخليجي الكبير. رسالة من مواطن خليجي يعشق تراب الخليج من أقصى حتى أقصى. منذ 43 سنة منذ أن تأسس هذا البيت الخليجي الكبير على يد المؤسسين رحمة الله عليهم، ونحن ولله الحمد في خليجنا العربي الغالي نعيش بمحبة ومودة وترابط، تربطنا علاقات طيبة أخوية وأسرية، وعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. تمضي الأيام وتمضي السنين ولله الحمد يزداد تماسكنا، إلا في الآونة الأخيرة وبعد أن استضفنا في بيتنا الخليجي الكبير أشخاص كانوا سبب لدمار أوطانهم، سبب لحرق أوطانهم وتشتيت شعوبهم، سبب لنشر الفتنة بين أهاليهم، أصبحت هناك هوة أعتقد تتسع، واتساع هذه الهوة بسبب هؤلاء الأشخاص الذين أضع صورهم الآن هنا، مجموعة بسيطة وهناك الكثيرين منهم، ولكن أقول بسبب هؤلاء تتسع الهوة، وبسبب هؤلاء هناك الآن نجد أن بعض الخلافات بدأت تنشأ بين شعوب الخليج. إن استمروا بيننا هؤلاء سوف تتسع الهوة أكبر وأكبر. لا نقول أطردوهم، نحن حاشا أن نقول ذلك، ولكن نقول علينا أن نراقبهم، علينا أن نسكتهم، علينا أن نلجمهم، علينا أن نعلمهم بأن يحترموا الترابط الخليجي هذا، لأنهم تمادوا سبا وشتما في الدول والحكام والرموز ورجال الدين وحتى الشعوب. هؤلاء الأشخاص مثل ما ذكرت سابقا لا خير فيهم لأوطانهم، فلن يكون لهم خيرا في وطننا نحن. فلهذا أتمنى أن لا يتركوا بدون حسيب ورقيب يصولون في مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون الفتنة بين أبناء الخليج الواحد. تحيتي لكم وكل التقدير والاحترام.